السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة لبسكوت الشاي، سهل وبسيط جدا، من غير زبدة ومن غير بيض ومن غير اي مكونات تكون صعبة. بالعكس كل المكونات سهلة جدا. يعني انا محتاجة عشان اعمل الوصفة دي نص كوباية من المية، وممكن نستبدلها بحليب، ومحتاجة نص كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت. هقلبهم كويس جدا مع بعض، ومعايا فانيليا. وممكن لو عايزينه بنكهة البرتقال ممكن نضيف بشر برتقال او نكهة البرتقال اللي بتيجي من عند العطار. هقلب بقى المكونات كده، عايزاها تدوب كويس. وبعد كده هنزل بالمكونات الجافة بتاعتي. مكونات الجافة برضو بسيطة جدا، عبارة عن كوبايتين وربع من الدقيق، هنزلهم بالتدريج. ومعايا ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة من النشا، معلقة كبيرة من النشا. ومعايا معلقة من البيكنج باودر، ونص معلقة من الكاستر ده يديله لون حلو قوي، اللون الاصفر اللي احنا شايفينه ده. لو مش متوفر ممكن معلقتين من لبن البودرة، ولو مش متوفر ممكن تستغنوا عنهم، لكن هيعززوا الطعم. بالذات الكاستر هو هيدينا لون العجين اللي احنا شايفينه ده. طبعا العجينة لميناها بقى كويس جدا. احنا مش بنعجن في البسكوت زي ما اتعودنا، احنا بنلم بس العجينة، تديني بس عجينة ناعمة ومتماسكة زي دي، سهلة في التشكيل. ده الشكل النهائي بقى بعد ما اتكونت معايا العجينة وفردتها بالنشابة. وبعدين ابتديت بقى ان انا اقسمها كده بالسكينة. وبالتشكيل ده بقى، طبعا احنا الجهاز ده اشتغلنا بيه كتير قبل كده. ده اللي بيديني الشكل اللي انا عاوزاه. بيكون في اكتر من شكل، بنختار الشكل اللي يعجبنا. لو متوفر تمام، هو موجود في اي محل ادوات منزلية. لو مش متوفر ممكن باي قطاعة من القطاعات بتاعتنا، عملنا قبل كده بغطاء ازازة. اي حاجة ممكن نقدر ان احنا نشكل بيها البسكوت، مفيش مشكلة خالص. حتى لو هنقطعه بالسكينة من غير تشكيل مفيش برضو معانا مشكلة خالص. تقدري تشكليه زي ما انتي حابة. زي ما احنا شايفين بقى كده، انا باجي من عند الشكل اللي طبعته، وبالسكينة كده بظبط الشكل ده. يديني شكل. عارفين بسكوت السادة اللي بنشتريه بيكون فيه اشكال كده؟ هو يديني نفس الايحاء ده. اخلص بقى الكمية بتاعتي كلها، وهبتدي بقى ارصها في صينية فرن فيها دهنة زيت خفيفة جدا، لان طبعا البسكوت فيه الزيت بتاعه. واول ما الكمية كلها هتخلص، طبعا انا مشغلة الفرن بتاعي ومسخناه. لازم يكون سخن قبل ما ادخل البسكوت علشان يستوي وما ينشفش، لانه طبعا مش هياخد معايا وقت خالص، لانه هو اصلا مش سميك خالص، فمش هياخد معايا وقت في الفرن. ده بقى الشكل النهائي، عملته باكتر من شكل. ده شكله النهائي كده بعد ما خلص بقى ندخله الفرن. وده بعد ما خرج كده من الفرن زي ما احنا شايفين، ما خدش وقت خالص في الفرن. اللون بيرجعلك، حابة تزودي لون حابة تقللي لون براحتك، اهم حاجة انه يكون مستوي. وزي ما اتفقنا هو مش بياخد وقت في الفرن خالص. شايفين بقى دايب وهش ازاي؟ في منتهى الجمال، من غير بيض من غير زبدة من غير اي حاجة. يعني ابسط المكونات عملنا مع بعض بسكوت الشاي، هش كده ودايب، ويعني بيدوب في البق. جنب بقى كوباية شاي، كوباية نسكافيه. انا عملته جنب السحلب عملناه قبل كده مع بعض، واسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف لو تحبوا ترجعوا له. عملناه مع بعض في البيت بطريقة برضو سهلة جدا، وطعمه غني جدا ولذيذ. برضو لو اخدناه كده جنب كوباية السحلب في الشتا ده يبقى جميل جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد من اكلة ماما. واشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.